السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبدأ المهمة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. مهمة ادي شكل المهمة. المهمة عبارة عن في اسم وفي عنوان فانت وفي رقم تليفون. في اوقات ما بيبقاش فيها رقم التليفون. انت بتاخد الاسم والعنوان كوبي وبتحطه في موقع الخرائط. تمام، لقيت الاسم والعنوان نفسه هو اللي في موقع الخرائط، يبقى هنختار الموقع اللي في موقع الخرائط. بس بناخده الموقع اللي في موقع الخرائط كوبي وبنحطه كدليل في لما نختار موقع الخرائط. طب لو الموقع اللي هو مديهولك اقتراح اللي هو الموقع اللي حطه فيه موقع المهمة، أو طلع هو اللي فيه الاسم والعنوان صح ورقم التليفون، فوقتها بنختاره وبنحطه كدليل. هناخد الاسم والموقع كوبي، هنشوف موقع الخرائط. لو لقينا نفس الاسم والعنوان ورقم التليفون هنختار الاختيار رقم 1. وهنشوف قدامكم أخدت الاسم والعنوان كوبي وهروح أشوف في موقع الخرائط تحت لقيت من نفس الاسم، أكتب له العنوان اللي في موقع الخرائط وهنشوف قدامكم مهمة تتقبل ولا لأ. مهمة اتقبلت لأن لقيت الاسم وموقع والعنوان نفس اللي موجود في موقع الخرائط واخترت الاختيار رقم 1. دلوقتي هنشوف برضو في تاسك كده، الاسم والعنوان كوبي أوس. لقيت العنوان ورقم التليفون، ادي رقم التليفون اخره 22، هو رقم التليفون والعنوان تقريبا هو اهو 12/4/8، وده اخره 12/4/8. يبقى انا اختار برضو الاختيار رقم، بتأكد تاني ان هو نفس العنوان نفس الاسم، يبقى نختار الاختيار رقم 1. انما انا اختار اختيار رقم 2 في حالة هنبص برضو على الموقع اللي مديهولك فيه التاسك أو في الاختيار رقم 2 بص لقينا. فاحنا بنتأكد من اللينكين، اللينك اللي مديهولك رقم 1 واللينك رقم 2 لقينا برضو نفس العنوان ونفس رقم التليفون، بس رقم التليفون هناك كان فيه غير أو رقم التليفون. فاحنا هنختار الاختيار رقم 2 لأنه نفس، فقلت لك بص على اللينكين، هنختار اختيار رقم 2. هناخد الرابط اللي موجود كوبي، أيوة الرابط ده هناخده كوبي وهنحطه له كدليل وهنشوف إنه متقبل ولا لأ.